بعد أي خناقة أغلب الزوجات بيعملوا غلطة واحدة، وهم فاكرين إن هي كده بصلح العلاقة، لكن الحقيقة هي بتزود البعد بينكم. لو بتعمليها فالفيديو ده هتعرفي أكتر 3 غلطات بيتعملوا بعد الخلاف. طبيعي إنك عايزة المشكلة تخلص بسرعة جدا وتتحل، لكن ساعات الخوف من خسارة العلاقة بيخلينا نتصرف بطريقة تجيب نتيجة عكس اللي احنا متوقعينها. هقولك يعني أول غلطة إنك تفضلي تلحي عليه يتكلم وهو مثلا لسه منفعل. بعض الأزواج بيحتاجوا وقت عشان يهدوا ويقدروا يتناقشوا كده بهدوء، ونتناقش من غير انفعال وكلام. تاني غلطة انك تفتحي مثلا ملفات قديمة بدل ما يبقى الخلاف على الموقف ده. يعني مثلا كلمك بطريقة مش حلوة، لا بيتحول لقائمة طويلة من العتاب. فمثلا لو كلمك بطريقة مش حلوة، لا ما انت اصلا طول عمرك بتعمل كده، ما انت زمان عملت كذا، والشهر اللي فات عملت كذا، والسنة اللي فاتت عملت كذا. فالطريقة دي بتعمل ايه؟ حل المشكلة اولا هيكون صعب، والحوار بيتحول لقائمة طويلة من العتاب، فطبعا ده هيزود المشكلة ما بينكم. تالت غلطة انك تفسري سكوته انه خلاص مثلا ما بقاش بيحبك، او مش مهتم انه يحل المشكلة، او مش خايف على زعلك. لا، ساعات السكوت ده بيكون حلو، بيكون طريقة للهروب من تصعيد المشكلة، مش معناه ان مشاعره انتهت. فالافضل ان كل واحد ياخد وقت يهدى، وبعدين تتكلموا عن المشكلة نفسها من غير بقى اتهامات او تجريح. يعني اتكلموا بهدف، يعني حطي في دماغك كده انا بتكلم بهدف اني افهمه، او افهم ايه اللي ضايقه، او بفهم ليه الموضوع كبر، بهدف ان انتوا تفهموا بعض، مش حد يكسب النقاش وحد يخسر. قوليلي كده في التعليقات ايه اكتر غلطة كنتي بتعمليها بعد الخناقات. ولو حابة الفيديو الجاي نتكلم عن التصرف الصحيح وقت الزعل، اكتبيلي في الكومنتات الجزء التاني.